في فيلم ألف مبروك بطل قصتنا واللي المفروض فرحه بكرة تروح عليه نومة وهو بيكلم خطيبته وبيفضل نايم لحد تاني يوم. بيصحى على صوت زغروطة، تحصل له شوية أحداث طول اليوم ويلاقي نفسه بالليل بيعمل حادثة وبيموت. وبعدين بيصحى تاني يوم على صوت زغروطة ويكتشف إنه كان بيحلم. بس الغريب إن بتحصل له نفس الأحداث اللي حصلت في الحلم، وبرضه بالليل بيعمل نفس الحادثة وبيموت. وبعدين بيصحى على نفس الزغروطة، زغروطة، أحداث، حادثة، يموت، يصحى، زغروطة، أحداث، يموت، أحداث، زغروطة، حنفية. أحمد في الفيلم ده كان بيحلم إنه بيحلم وكل مرة في آخر الحلم كان بيموت، لازم يموت مهما حاول يتجنب الفكرة دي أو يغير، سواء يتعامل بهدوء أو بعنف، يهرب أو يواجه. كل مرة حاول يغير فيها الواقع كانت النتيجة بتكون واحدة، وهي إنه بيموت. تيجي معايا وانا بغير الواقع ولا اروح لوحدي؟ بيخلص الفيلم على ان البطل بيصحى من الحلم يعدي من نفس الاحداث تقريبا، وبينتهي الفيلم في الاخر برضه ان البطل بيموت. هتقولي ماشي، بس ايه المشكله؟ برضه الحلم اتكرر كتير وفي الاخر اتحقق. فين الحبكه في الفيلم يعني؟ ايه المميز في النهايه؟ المميز في النهاية دي كانت الطريقة اللي مات بيها البطل، واللي كانت مش بس مليانة استسلام، لا ده كمان فيها تقبل لفكرة انه لازم يموت الليلة، فيموت بشكل مشرف أحسن ما يموت كده على الفاضي، رغم إن كان عنده فرصة حقيقية إنه ينقذ نفسه في المرة دي. وده يخلينا نسأل سؤال مهم، إيه اللي ممكن يخلي إنسان يتقبل الهزيمة والذل بإرادته حتى لو كان قادر ينتصر؟ وإيه اللي ممكن يخلي شعب موعود بالنصر يرفض ويقول اذهب أنت وربك فقاتلا؟ أنا عمرو جميل وده على الورق. إجابة سؤالنا بتتلخص في مصطلح ظهر لأول مرة في علم النفس السلوكي. المصطلح ده بنسميه العجز المكتسب أو Learned Helplessness. وعشان ما نكلكعش الأمور عايزك تظبط ساعتك معايا عشان هنرجع بالزمن، يعني مش هنرجع كتير، أواخر الستينات كده، لما بدأ مارتن سليجمان وزميله ستيفن ماير إن هم يعملوا شوية تجارب على الحيوانات. التجربة كانت إننا جبنا كلب حطيناه في قفص في فتحة يعرف يهرب منها، وبدأنا إننا نكهرب في الكلب ده لحد ما هرب من القفص. وعلى الناحية التانية جبنا كلب تاني حطيناه برضه في قفص وبدأنا نكهرب فيه، لكن الاختلاف إن القفص المرة دي كان مقفول، ما فيهوش نفس الفتحة اللي في القفص التاني. في المرحلة الأولى من التجربة دي كان الكلب الأولاني قادر إنه يهرب بمنتهى السهولة، أما التاني فما كانش عنده أي فرصة إن هو يعرف يهرب. واللي حصل إننا فضلنا نكرر في المرحلة دي ونكهرب في ده وفي ده بشكل متكرر، ده بيعرف يهرب وده ما عندوش أي فرصة، ده بيتكهرب وده بيقدر يتخلص من الكهرباء. بعدها وفي المرحلة التانية جبنا نفس الاتنين دول وحطيناهم كل واحد في قفص، لكن كان الاختلاف في المرحلة دي هي إن القفصين الاتنين كانوا مفتوحين. كانت النتيجة في المرحلة دي هي إن الكلب الأولاني اللي كان بيهرب في أول مرحلة كان بيدور على الفتحة ويهرب منها من غير أي مشاكل. المشكلة كانت في الكلب التاني اللي فضل قاعد مكانه ومحاولش إنه يعمل أي حاجة عشان يخرج، الفتحة قدامه بس هو ما بيتحركش ومستسلم للكهرباء. من هنا استنتج سليجمان إننا علمنا الكلب حاجة جديدة. الحاجة دي هي إن مفيش فايدة، مهما حاولت ومهما تعبت مفيش فايدة، كله رايح. وهو ده بالظبط مفهوم العجز المكتسب اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. العجز المكتسب كتعريف هو حالة بيتعلم فيها الشخص إن مفيش فايدة، وده بسبب تكرار الفشل في الشيء ده أو في غيره لدرجة إن هو بيتأكد إن خلاص مفيش أي أمل، واللي أحيانا ممكن يوصله لدرجة من الاكتئاب والتقليل من ذاته لو ما حصلش أي تغيير مخالف يكسر الدايرة دي. فلو رجعنا للمثالين اللي ضربناهم من شوية، مثال الفيلم ومثال الكلب، هتلاقي إن تقريبا الحالتين اتحطوا في نفس الظروف. فلو عملنا مقارنة بسيطة بين أحمد والكلب هنلاحظ أول شيء هو محاولتهم في البداية إنهم يوقفوا اللي بيحصل. ده بيحاول بكل الطرق إنه يغير الواقع أو ما يموتش، وده بيحاول إنه يطلع من القفص بأي شكل. بعدها بندخل على الجزء اللي بعده وهو فكرة تكرار الفشل. مفيش ولا مرة من المرات اللي الاتنين حاولوا فيها نجحت، ولا مرة مهما عملوا. فبالنسبة للكلب هو هيفضل محبوس جوه وبيتكهرب مهما عمل، وبالنسبة لأحمد فالنتيجة دايما كانت بتنتهي بالموت. وممكن نقيس برضو الموضوع ده عليك وانت فاقد الأمل في المذاكرة، ما هي دي برضو بتتصنف كحالة عجز مكتسب. لو وصلت معايا لحد هنا فهطلب منك طلب صغير، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لأن ده بيساعد كتير في استمرار القناة. نكمل. المهم واللي محتاجك تفتكره دلوقتي هو إن العجز المكتسب بيتكون من حاجتين، الأولى هي تكرار الفشل بشكل مستمر، والتانية هي استنتاج إني مش هقدر، مفيش فايدة، كله رايح. طيب بالنسبة بقى لعنوان الفيديو ده إيه علاقته بفكرة العبيد؟
لو جيت بصيت على حالة العجز المكتسب بشكل أدبي شوية هتلاحظ إن هي عاملة زي الكلبشات في إيد صاحبها، كلبشات على دماغه. keep me dull. To keep me in their invisible freaking handcuffs. فبشكل ظاهري هو شخص حر، محدش يقدر يتحكم فيه أو يجبره على أي شيء، لكن على أرض الواقع وما تبص على حالة العجز اللي بيكون فيها تلاحظ إن مفيش اختلاف كبير ما بينه وما بين شخص متقيد بسلاسة، وده معناه إن الشخص اللي عنده عجز مكتسب هو بشكل أو بآخر عبد الخوف والأفكار التشاؤمية. بس هو إحنا ليه أصلاً نبص لها من الناحية المجازية بس؟ ما تيجي نغوص شوية ونشوف ممكن نلاقي إيه. في كتاب The Underground Railroad واللي يعتبر موسوعة إحصائية عن السكك الحديد اللي تحت الأرض، ذكر كولسون وايت هيد إن مفيش غير 5% بس من عبيد ولاية فيرجينيا الأمريكية اللي قدروا يهربوا خلال الفترة من أول القرن ال17 ولحد نص القرن ال19. دي الإحصائية اللي قدرت أوصل لها الحقيقة. الباحثين وقتها ما كانوش شغالين قوي في الملف ده، لكن المهم في الإحصائية دي هو سؤال لازم كلنا نسأله: هل بقية العبيد في الولاية دي ال 95% يعني ما كانوش بيحاولوا يهربوا؟ الإجابة إن أكيد طبعا كانوا بيحاولوا، وأكيد كلهم فكروا في الموضوع ولو لمرة واحدة بس. لكن اللي كان بيحصل هو إن العقوبات اللي كانت بتنزل على اللي بيحاول يهرب كانت صعبة قوي، من أول الجلد ولحد الحكم بالإعدام. وكل ما كانت بتتكرر محاولة الهروب كل ما كانت عقوبتك بتشتد أكتر واكتر، وده طبعا كان بيزرع في نفوس العبيد حاله من اليأس وحاله من الانهزام النفسي والتسليم للامر الواقع. وده بالظبط هو العجز المكتسب اللي بنتكلم عنه. الفكره ان في عبيد عمرهم اصلا ما حاولوا، بالرغم ان اكيد الكل فكر في الموضوع، الا ان الاكيد برضه ان مش الكل جرب. طيب ليه ما جربش؟ ببساطه خالص لان مفيش فايده. طيب عرفت منين ان مفيش فايده؟ هنا برضه هتلاحظ ان عنده عجز مكتسب، لكن اللي حصل انه ما جابوش بناء على الكلام اللي احنا لسه قايلينه، واصلا ما فشلش قبل كده. فبيبقى السؤال هو جاب الاستسلام ده كله منين اصلا؟ اجابه السؤال ده هو عنوان الفصل الثاني من الحلقه، لكن الحقيقه انا مش جاي اصلا اتكلم عن النوع ده من العبيد، انا جاي اتكلم عن نوع اسوأ واوسع بكتير، نوع من العبوديه ممكن يلبسه شعب كامل، نوع ممكن يكون عندنا كلنا. جوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير كان بيتكلم عن مدى قدرة القادة والحكام على التحكم في نفسية المجموعة. قال لك إن كل ما كان الحاكم سلبي وكل ما كان بينشر سلبيته دي ما بين الناس، كل ما كانت الناس بقت سلبية أكتر. لا، في أكتر من كده. فمثلا أفكار دينية زي اعتزال منازعة القيصر أو الثورة على الحاكم المتغلب كانت بتعتبر أحد أشكال العجز المكتسب اللي بيتم تلقينه للناس كأفكار وعقائد. وخد بالك ان ده مش معناه طبعا ان لازم حد يزرع الفكره دي في عقول الناس، ده كفايه انها تنتشر وسطهم حتى لو مطلعها واحد منهم، وكفايه برضو انها تنتشر وسطهم بناء على تجربه جماعيه عملوها وفشل. زي ما بالرغم من ان لوبون اصلا مات قبل ظهور فكره العجز المكتسب بتقريبا 30 سنه، إلا إنه شاور عليها كتير جدا بشكل غير مباشر في كتاباته، وأكد على إن قد إيه الضعف العقلي عند القطيع والعاطفة الزايدة ممكن يخلي أي فكرة مهما كانت تافهة أو سخيفة إن هي تتزرع في دماغهم وبكل سهولة، حتى لو من غير أي تجربة شخصية، وإن ما بيبقاش فيه أصلا أي مساحة لاختبار صحتها أو خطأها. وده لأن إحنا زي ما قلنا إن القطيع مش بيمثل مجموعة عقليات أفراده، القطيع أصلا حالة مختلفة في خصائصها عن خصائص أي فرد من أفراد القطيع ده. وده معناه إن انتشار فكرة العجز المكتسب وزرعها في عقول الجماهير أو الشعوب مع بعض بيكون أسهل من إن أنا أزرع الفكرة دي في عقل كل واحد فيهم لوحده. لكن الألطف برضو إن التخلص من الموضوع ده بيكون أسهل لو المجموعة دي لقت حد يوجهها أو يحمسها. دي كانت فكرة العجز المكتسب عند الجماهير بس في الأوقات الهادية، وإزاي ممكن نستخدمها في تدجين الناس اللي حوالينا والسيطرة عليهم وكمان الاستفادة منهم. لكن لو جينا بصينا على أوقات الحروب والكوارث هنلاحظ إن التأثير ده بيكون أقوى واقوى، وكمان بيختلط ببوادر اكتئاب جماعي. فمثلا خلينا نرجع لأحد أشهر الأحداث التاريخية في تاريخ الشرق الأوسط، وهي الغزو المغولي أو هجوم التتار، ونتكلم عنه شويه. في الوقت اللي كانوا بيدخلوا فيه المدن وبيبيدوها باكتر الطرق الوحشيه اللي ممكن تكون في بالك، لدرجه ان حد زي ابن كثير مثلا كتب عن سقوط بغداد انهم قتلوا اكتر من 1,000,000 فرد في الليله دي. فانت عندك جيش بيقدر يحارب في اي منطقه وفي اي ظروف، صحراء، تلج، غابه، ما بيفرقش معاه، جيش بياكل لحوم البشر حسب اللي انتشر وقتها يعني، وجاي من منطقه كده غالبا هي منطقه سد ياجوج وماجوج، واخد بالك انت، وحرفيا ما فيش اي جيش قادر انه يسد قصاده. فتفتكر العقل الجمعي وقتها كان شكله عامل ازاي؟ فتلاقي مثلا حد زي الامام السيوطي كان بيقول ان جه علينا زمن لو كانوا قالوا لنا ان المغول غزوا السماء زي ما غزوا الارض كنا هنصدق عادي. كل ده بيبين نفس مكونات العجز المكتسب اللي قلناها في اول الحلقه، وهي تكرار المحاوله، محاوله مقاومه التتار، واختتام كل المحاولات بالفشل، بدت اي جيش وقف قصادهم، وفي الاخر استنتاج ان مفيش فايده او
أو أي نتيجة إيجابية ممكن تحصل. وده بيبينه المقريزي في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لما قال إن الناس في هذا الزمان قد فقدوا الأمل في كل شيء وصاروا كالموتى الأحياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. بس تفتكر هل كل الحاجات اللي اتقالت وقتها دي كانت حقيقية؟ يعني هل التتار كانوا بياكلوا فعلا لحوم البشر؟ هل كانوا بالضخامة اللي افتكرناها؟ أصل معلش يعني دول مغول. طب هل كانوا فعلا يأجوج ومأجوج؟ تلاحظ إن كتير من المدن اللي وقعت في ايد التتار وقتها كانوا بيتهزموا نفسيا قبل حتى ما يتهزموا عسكريا. فكرة إن التتار كانوا شاطرين جدا في البروباجندا وكانوا بيعملوا نفس التأثير اللي اتكلم عنه لوبون قبل ما يرموا حتى سهم واحد. كانوا بيصدروا نفسهم للعرب على إنهم العقاب الإلهي اللي نازل عليهم، لدرجة إنهم كانوا بيدعموا كلامهم بنصوص من القرآن. وشوف كمية البلاغة في الرسالة اللي بعتها هولاكو القطز قبل المعركة وهو بيقول له من ملك الملوك شرقا وغربا: باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز أننا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي بلاد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، فإنكم أكلتم الحرام وخنتم العهود والأيمان، فأبشروا بالمذلة والهوان، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. شوف كمية القوة والرعب اللي ممكن تعملها رسالة زي كده في نفس اللي بيقراه، وده بيفسر على أي أساس الناس كانت بتعتبرهم يأجوج ومأجوج في الوقت ده، الجيش اللي مفيش إنسان يقدر عليه، وبيفسر إزاي كانوا بيتهزموا من قبل حتى ما يحاربوا. مشاهد زي دي اتعملت كتير جدا في التاريخ، من أول الحرب العالمية الثانية وعندنا في 67، وأخيرا حرب غزة والسودان. واللي لو جينا دلوقتي بصينا على اللي بيحصل حوالينا في عقول الناس هتلاحظ ان موجود نفس التأثير ونفس مستوى الخوف والعجز، واللي لازم في الاول يختفي عشان تقدر تعمل اي حاجه. وده حصل فعلا لما قطز رد على الرساله اللي بعتها له هولاكو وقال له فيها: قولوا لكاتبكم الذي رصف مقالته وفخم رسالته ما قصرت بما قصدت واوجزت وبالغت، والله ما كان عندنا كتابك الا كصرير باب او طنين ذباب، قد عرفنا اظهار بلاغتك واعلان فصاحتك، وما انت الا كما قال القائل: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، كتبت: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لك منا هذا الخطاب. لحظة، لسه ما خلصناش، في حاجة أخيرة أنا عايز أقولها. في وقت تصوير الحلقة دي هيكون عدى تقريبا 330 يوم على اللي بيحصل لإخواتنا في غزة. تخيل نفسك بقالك 300 يوم بتنام في الشارع، خسرت بيتك وشغلك وعلى الأقل نص الناس اللي بتحبوها. أنا مش بقولك إن في مليون واحد بيعاني، أنا بقولك إن في واحد بس تقريبا ما يختلفش عنك في أي شيء حياته كلها انتهت وهو لسه عايش. وبالمناسبة أنا مش بتكلم على فلسطين بس، السودان برضو وضعهم أصبح لا يطاق، وعشان كده أنا عملت الحلقة دي. الحلقة دي اتعملت عشان تفسر الحالة اللي كلنا بنفكر بيها دلوقتي، مش بتفسر كل حاجة لكنها بتفسر المشكلة من ناحيتنا إحنا، مش من نواحي عسكرية أو سياسية. في نفس الوقت أنا بعتبرها اعتذار لأهلنا اللي بيعانوا دلوقتي ورا الحدود، ومش بعتبرها بأي شكل من الأشكال تبرير ليا أو لغيري على وقفتنا وفرجتنا عليهم من غير كلام، مجرد لفت نظر بس كده. أنا عمرو جميل وده على الورق. سلام عليكم.